السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمكنت مجددا مصالح الدرك الوطني بوهران من إلقاء القبض على شبكة إجرامية تقوم بتهريب المهاجرين غير شرعيين من المغرب عبر الجزائر ثم إسبانيا عبر البحر. هذه الشبكة واللي منها 15 مغربي وجزائري تؤكد أنه الشبكة اللي رأسها هم مغاربة والجزائريين هم اللي أمنوا الطريق. وعلى حسب علمي أنه هذه الشبكة يعني يجيبوا المهاجرين يخليهم في وهران لمدة أيام باش يأمنوا الطريق باش يرحلوهم عبر البوطي يعني قوارب الموت إلى إسبانيا. ربما تسألوني سألتوني من قبل وقلت لي نورا علاش ماشي أسهل أنه يكون التهريب من المغرب إلى إسبانيا. نقول لكم أنه التهريب من المغرب عبر إسبانيا أصبح صعب. علاش؟ لأنه بعد أحداث نتاع 2021 لما قام 12,000 مهاجر بالدخول إلى سبتة وصرا اللي صرا يعني ما نعاودش نقولوا الماضي، يعني درت عليهم قداش من فيديو، وتم إدانة المغرب وإسبانيا حول أعمال العنف اللي تعرضوا لها لهذه المهاجرين الغير الشرعيين، واللي قالت إسبانيا أنه المغرب تبتز إسبانيا بالمهاجرين غير شرعيين، ومن بعدها غيرت إسبانيا موقف تاعها من الصحراء الغربية، ومن بعدها قامت الجزائر بقطع العلاقات أو توقيف معاهدة التجارة والصداقة مع إسبانيا. يعني هذه أمور رانا نعرفوها. إذن سبتة ومليليا ولت فيهم مناورات عسكرية إسبانية مشددة. آخرها كان هذا الأسبوع في مليليا وقبلها في سبتة قبيل الانتخابات التشريعية التي ستقلب الأمور في إسبانيا، واللي قال المرشح اليميني باش يتحصل على هذه الانتخابات التشريعية أنه الأمور سوف تختلف وتتغير في معاملاتنا مع الجزائر. يعني خنقوا لي باسور وما ولاش عندهم طريق واحد أخرى إلا أنهم يمروا على الجزائر، وللأسف الشديد بتواطؤ من جزائريين خونة. نسمي الأشياء بمسمياتها. يعني انت عمر شكارة وعرض البلاد نتاعك للخيانة، هذه وحده. ويعني ما شبعتوش انتم راكم تهربوا في يعني لي باسور نتاعنا البوطيات راهم يمشيو وراكم تزيدوا تعاونوا بلدان اخرى باش يخرجوا المهاجرين نتاعهم. يعني تعمروا شكارتكم وشكاره الجار. يعني ما شبعتوش من التهريب الوقت اللي كانت الحدود محلوله، هربتوا حتى شبعتوا حتى تقرعتوا ولينا وخرجوا لنا مليارديرات. اليوم ولاو لي مليارديرات تاع لي باسور. الله يهديكم. شكرا على المتابعه.